عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم رجعت لكم بوصفة دجاج محمر في الفور بتتبيلة ولا أروع وبفحات موجودة في كل دار. الدجاج باش يجيك مفاوح وبنين، وخاصة باش يجيك مطري وراوي، ماهوش باش يجيك ناشف ويغصص بن على بنة إن ودكم ولا نشهيكم. للتحضير وصفة اليوم باش نستحقوا لثلاث دجاجات من الحجم الصغير، كل دجاجة تعمل تقريبا كيلو جرام. نظفتهم مليح مليح بالماء والخل والقارص، ومن بعد استقطرتهم بالقدا بالقدا من الماء. للتوفيح باش نستحقوا المغرفة ملح، والملح يبقى ديما حسب الذوق. نزيدوا عليه مغرفة كبيرة مليانة من البسباس، والبسباس يلزم يكون مرحي. مغرفة كبيرة إكليل شايح وإلا أخضر المتوفر عندكم. مغرفة كبيرة زعتر شايح. نزيدوا عليه مغرفة كبيرة زنجبيل مرحي. مغرفة كبيرة كركم مرحي. نزيدوا عليهم مغرفة كبيرة كروية، ونزيدوا عليهم مغرفة كبيرة تابل، ومغرفة كبيرة فلفل أحمر يكون حلو. لكم حرية الاختيار، أنا استعملت فلفل أحمر حلو. نستحقوا راس صغير ثوم، وثوم يلزمنا نفرموه. وباش نستحقوا تقريبا 50 مليلتر من عصير الليمون. وباش نستحقوا 100 مليلتر زيت زيتونة وإلا زيت نباتي، وتنجموا حتى تخلطوا ما بين الاثنين. وبما أنه باش نزيد نطيب معاهم شوية بطاطا، أنا خذيت بطاطا من الحجم الصغير، قشرتها ونظفتها مليح مليح. وبالطبيعة إذا مش متوفر عندكم تنجم تستعملوا البطاطا العادية. بالنسبة لطريقة التحضير، خذيت شقالة واسعة، صبيت فيها الكمية الكل متاع الثوم، زدت عليها لفحات اللي سبق وذكرتهم. وباش نزيد الزيت والعصير الليمون. راومهم برشا، يلزمكم ديما تخلطوا التتبيلة قبل ما تفوحوا بها، باش هكاك تتأكدوا بلي لفحات الكل باش تدخل في بعضها. ومن بعد كيف تفوحوا بها الدجاج يجيكم الدجاج فاوح وبنين. ملاحظة صغيرة، الكمية متاع اللفحات اللي عطيتها لكم راهي تكفي لثلاثة دجاجات من الحجم الصغير، والا للدجاجة من الحجم الكبير. يعني إذا تحبوا طيبوا كان دجاجة واحدة، بالطبيعة الكمية هذيك راهي تكفي وتوفي للدجاجة من الحجم الكبير. وإذا باش تعملوا الدجاجة من الحجم الصغير، بيان ايفيدامون يلزمكم تنقصوا من الكميات الكل. من بعد ما التتبيلة متاعتي حاضرة، تخذيت الدجاج متاعي وباش نفوحها من الشيرات الكل، راهم برشا باش الدجاج يجيكم بنين. يلزمكم تحطوا فيه لفاح من الشيرات الكل، تحت الجلدة فوق من الجلدة ما بين الأفخاذ حصيروا. يلزمكم تعملوا لها التمسيدة بالكدا بالكدا باللفاح. وسر بنة الدجاج هو راهو يلزمكم تنظفوه بالكدا بالكدا باش تنحوا منه ريحة الزفورية متاعو، باش هكاك من بعد يجيك مفاوح وبنين. اذا ما تغسلوش بالباهي راهو باش تجي فيه ريحه الزفوريه. وحتى لو كان تحط فيه كميه باهيه من اللفاح راهو ماهوش باش يجيكم بنين. الحقيقه انا راني ديما نفوح الدجاج نتاعي باللفاحات اللي عطيتها لكم، ويجيني مشروط برك الله دجاج فاوح وبنين، وما يستحقش باش تخلوه يرتاح. يعني تفوحوا الدجاج منه ديريكتومون تحطوه في فور يطيب. دونك نكمل نفوحوا الدجاجات الكل اللي عندنا بنفس الطريقه اللي تشوفها في الفيديو. كيف ما قلت لكم يلزمكم تعدوا اللفاح على الشيرات الكل باش هكاك الدجاجه تتفوح مليح مليح، ومن بعد تجيك مفاوحه وبنينه. من بعد ما كملت فوحت الدجاجات نتاعي باش نحطهم في الطبق، والطبق يلزم يكون فيه بابي كويسون. ونكمل نفوح الدجاجات الكل اللي عندي بنفس الطريقه. بعد ما كملت فوحت الدجاجات الكل كاملين، خذيت البطاطا نتاعتي. لهنا انا استعملت كيلو بطاطا بالحجم الصغير، فوحتها بمغرفه صغيره زعتر، مغرفه صغيره كليل، مغرفه صغيره كركم، ومغرفه صغيره ملح، ومغرفه صغيره ثوم يكون يعني مجفف. وزدت عليهم تقريبا 50 مليلتر زيت نباتي. وباش نخلط المكونات مع بعضها بالكدا بالكدا. بالطبيعه اذا مش متوفر عندكم البطاطا بالحجم الصغير تنجم تستغنوا عليها وتستعملوا البطاطا العاديه، لكن يلزمكم تقسموها على 4. والبطاطا مش لازم باش تغلوها قبل، يعني تحطوها كيف ما هي. من بعد ما تاكدت بلي البطاطا نتاعتي تفوحت بالباهي، باش ناخذ الطبق اللي حطيت فيه الدجاجات وباش نصب فيه الكميه الكل نتاع البطاطا اللي سبق وفوحناها. والبطاطا اذا ما تحبوش تطيبوها بالطبيعه تنجم تستغناو عليها. انا الحقيقه راني كل ما نطيب الدجاج مصلي في الفور لازمني نعمل معاه شويه بطاطا بالحق، ومبليس مفوحه بالطريقه هذه راهي تجي بنينه برشا. بعد ما كملت حطيتها بالطبيعه ما تنسوش اللفاح اللي بقى في الطبق هذاك يلزمكم تزيدوه. ومن بعد باش نغطي عليهم مليح مليح بالبابي كويسون، ونزيد نغطيهم بالباهي بالبابي الومنيوم باش هكاك نضمن انه الدجاج نتاعي ماهوش باش يجيني شايح ويغصص. ومن بعد باش نهز نطيبهم في فور سخون من قبل على 250 درجه لمده ساعه ونص. والفور يلزم يشعل من فوق وملوطه، والطبق تحطوه في الرف الوسطاني. من بعد ساعة ونص نحيت الغطاء على الدجاجات، وباش نخليهم يكملوا يطيبوا لمدة 30 دقيقة على 180 درجة. يلزمكم تنقصوا في حرارة الفور باش هكاك الدجاجات يتحمروا بالباهي وما يشيحوش وما يجيكمش من بعد يغصوا. وهذوما الدجاجات بعد ما خرجتها من الفور كيف ما تشوفوا تحمروا بالباهي. البطاطا كيف كيف البطاطا طابت في حقها وبقت شادة روحها. الدجاج ما جاني شايح، جاني راوي وما يغصصش.
وعلى قد ما نحكي لكم على البنوي شويه راهو فاوح وبنين يعمل 66 كيف. اذا مش مستنسين تفوحوا الدجاج نتاعكم باللفاحات اللي استعملتها، جربوا المره هذه فوحوه باللفاحات اللي استعملتها وتفكروني راهو باش يجيكم دجاج ما شاء الله بن عالميه. نودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم وبتجربوها. تو ما بقى لي كان باش نقول لكم بالسلامه.